السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضر على المشاركة ديال المنتخب المغربي في كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب دام 20 سنة عن آخر مشاركة في كأس العالم فرنسا 1998. كيفاش دازو الإقصائيات ديال بطولات 2002 2006 2010 و2014، البطولات اللي ما تمكنش المنتخب أنه يتأهل لهم؟ وكيفاش دازو الإقصائيات ديال كأس العالم 2018، وشكون هما اللعابة اللي قدروا يرجعوا لكأس العالم بعد غياب دام 20 سنة، وكيفاش دازو مباريات كأس العالم 2018. كلشي هادشي إن شاء الله غادي نعرفوه في هذا الفيديو. بعد المشاركة ديال المنتخب المغربي في كأس العالم فرنسا 1998، مشاركة مميزة رغم الخروج من الدور الأول. كتجي إقصائيات كأس العالم 2002 كوريا الجنوبية واليابان. المنتخب ربح غامبيا في الدور الأول 3-0 مجموع المباراتين الذهاب والإياب، وتأهل للدور الأخير المؤهل لكأس العالم. طحنا في مجموعة فيها السنغال مصر الجزائر وناميبيا، مجموعة قوية. تأهل منها المنتخب السنغالي ب15 نقطة، فارق الأهداف على المنتخب المغربي اللي حصل هو كذلك على 15 نقطة. للأسف ما تأهلناش لجزئيات بسيطة. جاءت إقصائيات كأس العالم ألمانيا 2006، المنتخب المغربي منتشي بالتأهل لنهائي كأس أفريقيا 2004 بتونس بجيل رائع من اللاعبين: مروان الشماخ، يوسف حجي، جواد الزيري، يوسف السفري، طلال القرقوري، عبد السلام وادو، موحى اليعقوبي، يوسف المختاري، وبقيادة بادو الزكي. طاح المنتخب المغربي في مجموعة فيها تونس، غينيا، كينيا، بوتسوانا ومالاوي. سالنا التصفيات بدون خسارة، المنتخب الوحيد اللي سال التصفيات بدون خسارة، ورغم ذلك ما تمكناش أننا نتأهل كأس العالم. تأهل المنتخب التونسي 21 نقطة، وجا المنتخب المغربي في المركز الثاني ب20 نقطة. في نظري جوج ديال التعادلات هما اللي ما خلوناش أننا نتأهلوا كأس العالم: تعادل ضد كينيا في نيروبي، وتعادل ضد تونس في رادس. هذا جيل ما نصفاتوش الكرة بالتأهل لكأس العالم. تصفيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، للأسف ما تأهلناش للمرة الثالثة على التوالي، وكانت هذه أسوأ تصفيات كيخوضها المنتخب المغربي، بحيث تسجيل المجموعة اللي كان فيها الكاميرون، الغابون والطوغو، بدون فوز وب3 نقاط فقط من 6 مباريات. تصفيات كأس العالم البرازيل 2014، تخطينا من الدور الثاني، ما دزناش للدور الأخير المؤهل لكأس العالم. كنا في مجموعة فيها الكوت ديفوار، تنزانيا وغامبيا. فازت كوت ديفوار من هذه المجموعة للدور الأخير المؤهل لكأس العالم. تأهلات لكأس العالم بعد ما تجاوزات المنتخب السنغالي في المباراة الفاصلة بعد الإخفاقات في التأهل لكأس العالم. كتجي إقصائيات كأس العالم روسيا 2018، تعفى المنتخب المغربي من الدور الأول تسجيل للدور الثاني، اللي تلعب على شكل مباراة ذهاب وإياب. لعب المنتخب المغربي ضد منتخب غينيا الاستوائية، خسرنا في المباراة الأولى ب1-0 في غينيا الاستوائية. هذه الخسارة كانت سبب في إقالة المدرب بادو الزكي وتعويضه بالمدرب الفرنسي هيرفي رونار. تمكنا أننا نتواصل في المباراة الثانية ضد غينيا الاستوائية بالمغرب 2-0، وبذلك تأهلنا للدور الثالث المؤهل لكأس العالم. طحنا في مجموعة فيها الكوت ديفوار، الغابون ومالي. تأهلنا لكأس العالم بعد غياب دام 20 سنة. في المباراة الأخيرة في المجموعة ضد منتخب كوت ديفوار كان كيكفينا التعادل باش نتأهلوا، لكن اللعابة تقاتلوا وجابوا التأهل بفوز من قلب أبيجون من ملعب هوفويت بواني. قرعة كأس العالم روسيا 2018، لحقنا في مجموعة فيها إيران، إسبانيا والبرتغال. لعبت المنتخب مهدي بن عطية، مبارك بوصوفة، نور الدين أمرابط، نبيل ديرار، أشرف حكيمي. كانوا كلهم عزيمة وإصرار باش يظهروا بصورة مزيانة في كأس العالم. المباراة الأولى ضد المنتخب الإيراني، ودائما المباراة الأولى كتكون مهمة. قدمنا مباراة لا بأس بها، للأسف انهزمنا ب1-0 بهدف عكسي في الدقائق الأخيرة من المباراة. جات المباراة الثانية ضد المنتخب البرتغالي بالنجم ديالها كريستيانو رونالدو، انهزمنا ب1-0. رغم الهزيمة قدمنا مباراة مزيانة. المباراة الثالثة ضد المنتخب الإسباني
كان من الضروري تسجيل هدف أو الخروج بنقطة أو ب3 نقاط من كأس العالم. سالينا المباراة بتعادل 2-2 رغم الخروج من الدور الأول. هذه البطولة شكلات العودة ديالنا لكأس العالم بعد غياب دام 20 سنة.